قبل ما نتكلم عن رولكس او اوميجا او اي عمالقه تانيين في عالم الساعات، في براند ما ينفعش نتجاهله واللي هو براند تيودور. براند تيودور اتأسس كأخ تاني لرولكس، وكانت معمولة علشان تقدم لك نفس الاعتمادية وكمان نفس الفينيشنج، لكن كل ده بسعر يكون في المتناول. بس النهارده تيودور خرجت من تحت ظل رولكس وبقت قوة حقيقية لوحدها، بتقدم ساعات ما بين السويس كواليتي والبرفورمانس وكمان الستايل. فلو عمرك سألت نفسك تيودور مكانها فين في عالم الساعات، خليك معايا في الفيديو ده عشان هعرفك مين هي تيودور، ومش هو بس اخو رولكس الصغير، ولكن هي قصة تستاهل انك تعرفها. اهلا بيك، انا معتز، والنهارده هكلمك عن براند تيودور. مبدئيا كده هكلمك عن تاريخ تيودور وكمان ارتباطها برولكس. قصة تيودور بتبدأ مع شخص واحد واللي هو هانز ويلزدورف، مؤسس شركة رولكس سنة 1926. كان عنده رؤية انه يعمل ساعة فيها نفس الاعتمادية والبرستيج بتوع رولكس، ولكن بسعر اعتمادي اكتر ولجمهور اشمل واوسع. وعلشان يحقق المعادلة دي فسجل التريد مارك باسم ذا تيودور، وبعدها 1946 رسميا أسس شركة مونتري تيودور اس اي. من البداية خالص تيودور ما كانتش كمشروع جانبي، ولكن دي كانت طريقة ويلزدورف انه يقدر يبني براند جديد بيقدم نفس الاعتمادية والدقة اللي موجودين في نفس ساعات رولكس، بس الهدف بالنسبة له كان انه يستخدم مكن ارخص وابسط. بس المهم هنا ان ساعات تيودور ما كانتش مرتبطة برولكس كاسم بس، لا هم كمان كانوا بيشاركوا بعضيهم في الديزاينز والكيسز والبريسلتس وكمان الكراونز. كتير من موديلات تيودور في الاول كانت شبه متطابقه مع موديلات رولكس. الفرق الوحيد اللي كان بيفرق في الساعتين ما بين بعض من رولكس وتيودور هي المكنه اللي جوه الساعه. وعندك مثال تيودور سبمارينر ورولكس سبمارينر، الاثنين شبه بعض ولكن الفينتج اديشن. يعني بمعنى تاني نقدر نقول براند تيودور هو اخو رولكس او اتبنى على اكتاف رولكس، بس براند تيودور كان هدفه انه يستهدف جمهور جديد ومختلف مع شعبية أوسع وأكتر، وكمان وصول أسهل للبراند، بس من غير ما أروح أدفع سعر ساعات رولكس. بس في سؤال مهم هنا بيحضر معانا، ليه ناس بتفضل براند تيودور على رولكس؟ وهنا الموضوع حقيقي بيبقى مثير فعلا. ليه حد يختار براند تيودور عن رولكس؟ بالنسبة لناس كتير براند تيودور بيقدم حاجة مش موجودة عند براند رولكس، واللي هي شخصية مع سهولة الوصول. أول حاجة تيودور بتديك ان هاوس موفمنتس، وكمان سويس ميد كواليتي وتصميم قوي، وغالبا باقل من النص او حتى تلت السعر اللي ممكن تدفعه في رولكس. تاني نقطه حريه التصميم، في الوقت اللي رولكس محافظه جدا ما بتغيرش كتير. بس لو جينا الناحيه التانيه نبص على تيودور، فهنلاقي ان براند تيودور بيخاطر وبيعمل اشكال مختلفه. فلو جينا بصينا مثلا على البلاك باي فهو مستوحى من الفينتج، وكمان اصدار البيلاجس اللي معمول من التيتانيوم، او حتى الالوان الجامده اللي معموله في البلاك باي 58. تالت نقطة التوفر، اللي معروف عن ساعات رولكس ان هي بتبقى شبه مستحيلة انك تجيبها من الريتيل بسبب قوائم الانتظار او الويت ليست. بس من الناحية التانية بنلاقي تيودور متاحة وتقدر تشتريها في الوقت اللي نفسك فيه. اول ما تلاقي نفسك معاك الكاش ونفسك تشتري تيودور فهتعرف تشتري براند تيودور. وكمان ما تنساش انه بيديك نفس احساس البرستيج بتاع رولكس. اخر نقطة الشغف، ناس كتير من محبين الساعات حاسين ان تيودور بقت دلوقتي زي ما كانت رولكس من سنين، هي معموله لك مخصوص بكل الستايلات اللي انت محتاجها. هتلاقي في عندك الدايفرز، الدريس، وكمان هتلاقي عندك الحاجات اللي تقدر تستخدمها في اي مكان. معموله لك بتنوعات كتير عشان تقدر تستخدم منها الستايل اللي يعجبك. انا عارف ان انت مستنيني اسال السؤال اللي هساله دلوقتي حالا، طيب رولكس ولا تيودور؟ لو جينا النهارده سالنا سؤال، بما ان تيودور هو اتولد او اتبنى تحت سقف رولكس، فهل لسه تيودور مازال تحت رحمة رولكس ولا بقى حاجة أكبر بكتير من إن هو كان بدايته مع رولكس؟ الإجابة واضحة، إن تيودور قدرت ترسم لنفسها هوية مستقلة حقيقية. في السنين الأخيرة تيودور استثمرت فلوس ضخمة جدا في التصميم الخاصة بيها، وأخيرا بالصورة اللي عايزة تقدم بيها نفسها. فأطلقوا خط 2012 وكان نقطة تحول حقيقية بالنسبة لتيودور، واللي هو الهيريتج بلاك باي. الحركة دي رجعت تيودور كلاعب مهم في عالم الساعات،
ولو جينا بصينا النهارده فهنلاقي ان تيودور واقفه كتف بكتف مع رولكس، بس الحقيقه ان هم مش كتف في كتف بطريقه تنافسيه، ولكن هم وجهين لعمله واحده، كل واحد فيهم ليه جمهوره وليه ناسه وبيخدم غرض مختلف في عالم الساعات. تعال بقى اكلمك عن احسن كوليكشن تقدر تختار منه من براند تيودور. لو جيت تبص على براند تيودور فهتلاقي الكتالوج بتاعهم مليان، فانا عشان ما حيركاش في الاختيارات لو ناوي تشتري ساعه من عندهم فانا جبت لك 10 ساعات لسته هقول لك عليهم سريعا كده علشان تقدر تختار الساعه اللي تحبها واللي تكون مناسبه ليك. وبالمناسبه لو لقيت حاجه تعجبك من ال10 اللي في الليسته اللي هقول لك عليها دلوقتي اكتب لي في التعليقات انت اخترت انهي واحده. اول واحده معانا في الليسته تيودور بلاك باي 58، المحبوبه عند الجماهير ومستوحاه من الستايل القديم او الفينتج، مقاسها المثالي 39 ملم، وتعتبر تحيه حديثه لساعات الغطس عند تيودور، ورفيعه وانيقه ومتنوعه تقدر تلبسها في اي مكان. تاني واحده معانا تيودور بيلاجس، اقوى اداه للغطس، معموله من التيتانيوم، خفيفه وفي نفس الوقت متينه، وكمان فيها الاسكيب فالف هيليوم مقاومه للميه لغايه 500 متر، يعني لو انت بروفيشنال دايفر فاشتري الساعه التيودور بيلاجس. تالت واحده تيودور بيلاجس اف اكس دي، مصممه بمشاركه البحريه الفرنسيه، النسخه دي ستايل عسكري و100% عمليه ومخصصه للعمليات الحقيقيه. رابع قطعه تيودور بلاك باي جي ام تي اللي معروفه باسم تيودور بيبسي، ساعه هتكون محبوبه للناس اللي بتحب التوقيتين المختلفين علشان هي فيها خاصيه الجي ام تي، وانت لو من عشاق رولكس بيبسي وعايز حاجه بس بسعر اقل من رولكس بيبسي فاختار التيودور بلاك باي جي ام تي. رقم 5 تيودور بلاك باي كرونو، هي كرونوجراف بيمزج ما بين الستايل الرياضي ومستوحاه من الديتونا، ودي تعتبر من اكتر الساعات المميزه عند تيودور. رقم 6 تيودور رينجر، بسيطه قويه وعمليه وهي اساسا فيلد ووتش. رقم 7 تيودور رويال، وده الخيار الدريسي في اللاين اب بتاع تيودور. الساعه دي فيها الانتجريتد بريسلت وفلوتد بيزل وكمان الدي اند ديت كومبليكيشن. الساعه دي انيقه جدا ويعتبر بديل لساعه الدي ديت في رولكس. رقم 8 تيودور هيريتج كرونو، ودي مثاليه ومميزه للكوليكتورز اللي بيحبوا الستايل القديم. رقم 9 تيودور بلاك باي برو، دي رد تيودور على الساعات البروفيشنال جي ام تي، وممكن انا شخصيا اشبه التيودور بلاك باي برو بالياكت ماستر او الياخت ماستر من رولكس، في شبه كتير منها. رقم 10 اخيرا تيودور كلير دي روز. بعد ما ذكرت لك ال10 ساعات اللي في الليسته اللي انا قلت لك عليها نسال سؤال بسيط خالص، ليه تشتري تيودور؟ فكر فيها كده معايا. هانز ويلزدورف هو اللي اسس رولكس، وكمان هو نفس الشخص اللي اسس تيودور، ولكن هو اسس تيودور برؤيه انه يعمل ساعات فيها نفس الاعتماديه ونفس الصلابه ونفس تصميمات الرولكس ولكن بسعر للمتناول اكتر او جمهور اوسع واشمل من جمهور رولكس. والفلسفه دي عايشه لغايه النهارده وناجحه، والدليل على كده ان البراند تيودور موجود ومشهور وانتشر جدا. وزي ما قلت لك انت بتاخد حاجه سويس ميد كواليتي، وفوق كل ده زي ما تيودور هو اتبنى تحت عرش رولكس، ولكن دلوقتي هو بنى الهوية الحقيقية الخاصة بتاعته وعمل تصميمات من الستايلات بتاعته القديمة او اللي بدأ بيها، وده دليل على ان تيودور بقى براند قوي وبقى منافس. ولكن انا زي ما قلت لك تيودور ما ينفعش نخليه منافس لرولكس، هما وجهين لعملة واحدة. وتيودور عمل ستايلات واديشنز ممتازة جدا في اللاين اب بتاعته زي البلاجوس وبلاك باي ورينجر. طب السبب التاني في انك تشتري تيودور عن رولكس ليه؟ لان تيودور متاح وما فيهوش ويت ليست، وكمان اسعاره منافسة جدا بالنسبه لرولكس، وبيديك نفس الهايب بتاع رولكس وكمان نفس الديزاينات. ويمكن اكتر حاجه ممكن الناس بتتجاهلها او مش مديه النقطه دي اهتمام ان تيودور بتجرب في ساعاتها سواء مع الوان او تعاون مع رياضات او حتى كمان ان هي تعيد اصدارات كانت قديمه عندها. اخيرا قبل ما انهي الفيديو خليني اكلمك عن اتنين، رولكس بيبسي وجي ام تي بيبسي من تيودور. من ناحيه رولكس بيبسي بصراحه هي ايقونيه جدا، والساعه دي اللي لبسها طياري البان ام، وكمان الكوليكتورز بالذات بيدوروا على الرولكس بيبسي وبتمثل رولكس في افضل صورها، ولكن سعرها غالي حبتين. اما بالنسبه للتيودور بلاك باي جي ام تي فهي بتقدم لك تقريبا نفس الوظائف اللي بتقدمها الرولكس بيبسي، نفس البيزل الاحمر والازرق وكمان نفس خاصيه الجي ام تي موجوده في التيودور، ونفس الفايب والاحساس اللي بتديها لك رولكس بيبسي. بس اللي بيميز تيودور عن رولكس ان سعر التيودور اقل بكتير من سعر رولكس. ودي كانت قصه تيودور معانا في فيديو النهارده، البراند اللي اتبنى مع براند رولكس. ولكن تيودور النهارده قرر انه ينفصل عن ظل رولكس ويعمل له طريقه الخاص، الفايب الخاص بيه، الجو
اللي بيميزه. من اسطوره ساعات البلاك باي من تيودور لغايه البيلاجس، تيودور اثبتت انها من افضل صناع الساعات السويسريين في وقتنا الحالي. فلو بتفكر تبدا في عالم الساعات السويسريه وتشتري اول ساعه سويس ميد ليك، او لو حتى عايز تبدل قطعه او تزود قطعه في الكوليكشن بتاعك، فتيودور من اذكى البراندات اللي تقدر تشتري منها قطع جميله جدا. فدلوقتي خلينا نفتح نقاش بسيط خالص في التعليقات تحت، انت تختار ايه من تيودور؟ وتختار تيودور ولا رولكس؟ شكرا ليك انك وصلت لاخر الفيديو ده، بيسعدني جدا انك وصلت لهنا. ولو وصلت هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان ما يفوتكاش اي فيديو جديد بينزل على القناه، حقيقي لان احنا بنتعب علشان نوصل لك الفيديو باحسن جوده ممكنه. شكرا ليك جدا واشوفك الفيديو الجاي، سلام.